سمعت فيديو للشيخ حازم شومان بيقول كتير من الشباب تايه، وبيقول الدنيا بقت صعبة قوي، الحياة لا تطاق، علشان كده شباب كتير بينتحر، واللي يلحد ويقول ربنا سايبنا كده ليه والعياذ بالله. احذر، لانك انت اللي عملت في نفسك كده لما اعرضت عن ذكر الله ونسيت ان اعراضك ده له 4 عقوبات. اول حاجة عدم البركة، مفيش بركة في الفلوس ولا التعليم ولا اي شيء. تاني حاجة نزع التيسير، حتى التوبة اصبحت صعبة، حتى على الثبات على الصلاة اصبح صعب جدا. تالت حاجة نزع التوفيق والاختيارات الخطأ في الحياة. رابع حاجة نزع السكينة، الشاب اصبح عايش في خوف ورعب وهلع من الايام. لما الاشياء دي نزعت من الحياة اصبحت صعبة لا تطاق، محدش قادر يتحمل الدنيا. لما تذكر الله اول حاجة هترجع لك هي ال4 حاجات دي. لو شفت نفسية الشباب اللي مقضياها فسح ولعب وبيعمل كل حاجة، عايش مرعوب وبيخاف يدخل ينام من الاكتئاب والوسواس. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. حياة كلها ضنك، سواد في سواد، مفيش فرحة، مفيش ضحكة صافية، مفيش جديد في حياته. طب ايه علاج الخواطر الانتحارية والوسواس والالحاد؟ عاوز تكون مطمن، عاوز نور ينور لك طريقك، عليك بافضل الذكر القرآن، لانه وقود قلبك وحياتك. يوقد من شجرة، تخيل لما بؤر النفاق تتكوي بالايمان هيكون قلبك نظيف. القرآن هيحرق الشكوك اللي جواك، القرآن صفة لا تعوض، القرآن هيخلي عندك يقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، اوعى تتردد. تلك آيات الكتاب المبين، مبين زي الكشافات، هينور لك طريقك. بعد ما كان الشاب تايه قضيته عندي فراغ عاطفي، عاوز واحدة تحبني واحبها، كل قضيته اقضي يوم ازاي مع شله هايفه عادي، مع موقع اباحي عادي، المهم اقضي الليله. عالج كل ده بالذكر والقرآن مع المداومه، هتقضي على كل شكوك قلبك، طريقك هينور وكل شيء هيتيسر واختياراتك هتكون صح.